السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل رز بتاع كنتاكي الريزو، ومعانا الستريبس اللي احنا كنا متبلينها في فيديو قبل كده. هنسويها برضو مع بعض في الفيديو ده. طبعا المكونات كلها هكتبها في الديسكريبشن بوكس، وحابه اقول لكم بجد اللي ما جربش طريقه الرز دي بجد فايته كتير، طعمه بجد رهيب. هنبدأ الأول إن احنا نعمل الصوص اللي احنا هنستخدمه في التزيين وفي عمل الرز نفسه. عندي هنا كاتشب حوالي كوباية، طبعا المقادير هكتبها بالظبط. كاتشب عليه عسل أبيض، عليه عسل أسود، عليه صويا، عليه باربيكيو صوص لو متوفر، مش متوفر خلاص مش مهم. وعندي التوابل هو توم باودر، بصل باودر، وبابريكا وملح وفلفل اسود. هنحط ده كله على بعض ويبقى كده الصوص عندي جاهز. هنسيبه على جنب بقى ونبدأ نعمل الرز. عندي معلقة سكر، هبدأ ان انا اكرملها في السمنة والزيت بتوعي. ونخلي بالنا شوية من الخطوات لان هي بتفرق. هنكرملها الاول معلقة السكر دي في الزيت بتاعي والسمنة. انا حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة، واول ما السكر يبدأ ان هو يلون كده لون الكراميل هبدأ ان انا انزل بالبصلاية اللي عندي. اول ما البصل يبدأ يدخل في لون ذهبي فاتح حلو كده، هنزل عليه بمرقة الدجاج اللي عندي، ادوبها فيه. اول ما تدوب هنزل بقى بالفراخ، واول ما الفراخ تغير لونها هبدأ ان انا انزل بالتوابل اللي عندي اللي هو كاري وكركم وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وملح وفلفل اسود. وبعد كده هنزل بنص كمية الصوص اللي عندي اللي انا عملتها، هنزل بنص الكمية على الفراخ دي، وبعد كده هقلبهم في بعض. بعد كده انزل عندي بكوبايتين الرز. كده هافضل اقلب الرز في الخليط ده لغايه ما يبقى الشكل بيبقى باللون ده كده والشكل ده كده. وبعد كده هبدا ان انا ازود ميه لغايه ما تغطيه بعقله صباع بالظبط. انا للاسف ما كانش عندي رز مصري فعادي استخدمت بسمتي يعني، بس مش فارقه، كده كده الاتنين بينفع. هسيبه بقى على نار عاليه الاول، واول ما يغلي من جميع الاتجاهات مقلباه وموطيه عليه وسايباه بقى يستوي على نار هاديه. عندي بقى ده الستريبس اللي احنا عملناه مع بعض في فيديو هسيبه لكم، برضو هسيب لكم اللينك بتاعه. نزلته في كورن فليكس مطحون، و هنزله على زيت على درجة حرارة 180. هيبقى بالشكل الخطير ده، شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد حلو قوي، وينفع كمان حتى في لانش بوكس سريع للأولاد او في الشغل او اي وقت زنقة مثلا بنخرجه بس يا دوب على كورن فليكس وبعد كده على الزيت على طول. ده بقى عندي شكل الرز بعد ما اتعمل، بجد شكله خطير وطعمه بجد حلو قوي. هحط بقى الصوص على الوش كده ويشوفوا بقى الحلاوة. بجد جربوه هيعجبكم جدا. ودي شكل الفراخ، شايفين عاملة ازاي؟ مقرمشة جدا طبعا من بره، وجوه جوسي جدا. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.